مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ اليوم جاينا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو مثل ما انكم شايفين قاعدين برا، لأنه الجو لأول مرة حلو بالدنمارك، لأنه نحن بالعادة دايما بتزنطر من البرد. على أساس يعني نحن هلا مشوقين ما شاء الله. يا جماعة درجة الحرارة تقريبا يعني 13 14 هيك شيء، وهذا الشيء يعني كتير بالنسبة للدنمارك، لأنه يعني هون يعني أقصى حد بيكون 25. بكفي لاعي على الجو بالدنمارك، لأنه يعني المهم بلا أكل هوا كتير. اليوم الفيديو رح يكون عبارة عن إنه رح نجاوب على التعليقات يلي انتقدونا بآخر فيديوهين خصوصي. قبل ما نبلش لا تنسوا تشتركوا بالقناة وحطوا لايك على الفيديو، وكمان شكرا كتير على 2000 مشترك، ويلا نبلش. لكن عمل يا جماعة لأول تعليق يا جماعة نحن اليوم قررنا إنه نرد على التعليقات، لأنه اليوم مزاجنا كتير عالي، يعني منيح كتير، وبدنا نشوف إذا هالتعليقات رح يخربون لنا مزاجنا ولا لا. هالجو خرب لي المزاج تبعي الصراحة. هذا بزنطر على الآخر يا جماعة. يلا أول تعليق من بوتاينا، ما بعرف شو الاسم. انتو مين أخذ رأيكم مثلا؟ ما بعرف، بس في 500 واحد كتب بالكومنتس انه بدنا نسوي رياكشن عن هي شو اسمها اناناس وموزة. يا جماعة يعني أول الفيديو ونحن عم نعمل رياكشن عن موزة وأناناس قصدي موزة وإناس. قبل ما نعمل رياكشن عن موزة وإناس كنا حاطين 5 تعليقات عن ناس سائلين إنه اعملوا فيديو عن موزة وإناس. انتي مو شايف الفيديو قاعدة عم تحكي مين طلب رأيكم؟ ثاني شي ما حدا طلب رأيك انت. يلا يا جماعة ننتقل للتعليق اللي بعده من حلا عباس، كاتبة 7 تعليقات، يعني ما شاء الله مبين قديش انت وحدة عندك حياة. خلونا نقرا التعليقات. ما حدا طالب رأيكم، عاملين حالكم ما بتعرفوا اسمائهم، وانتم متابعون ومنغاضين منهم. كون مثل نجاحه بالارقام والمحققة، وتعال احكي. وكاتب موزة مو زلم وانت وياه زلم. طبعا حبيبتي. كاتب نفس التعليق، موزة مو زلم وانت وياه زلم كمان طبعا حبيبتي. كونوا مثله، عاد احكوا مين انت حتى تقيم. والله انا محمد كيكي، هو محمد العامر. يا جماعة يعني لا شو يا جماعة، هاي رسالة لحلا، هاي رسالة حب منا لإلك. فوتي على جوجل اكتبي طبيب نفسي، بتشوفي اقرب دكتور بسرعة بتروحي لعنده، لأنه عن جد مبين عليكي إنه أنت عندك مرض نفسي مو طبيعي، يعني مهووسة بأشخاص ما بيعرفوا إنه أنت موجودة. التعليق اللي بعده من صخر العلي، سكروا القناة أحسن ما تندموا. من شو بدنا نندم؟ بدنا نندم من الناس اللي مثلك بيكتبوا هيك تعليقات مثلا. يعني إذا في مليون ناس قالوا لي سكر القناة، أنا بدي إجي أسمع، أو نحن بدنا نجي نسمع كلامك ونسكر القناة مثلا. ما عنده بروفايل كمان. حتى يعني يا جماعة ما عنده صورة، ما له واثق بحاله، فهو ما عنده ثقة بنفسه وجاي يعكس شخصيته علينا. ايه. وقبل ما تقولوا هلا بالكومنتات نحن عم نعطيهم اتنشن وعم نعطيهم اتنشن، والله يا جماعه بصراحه نحن داي خلقنا مو طبيعي، عم نسوي رياكت للهدول للناس اللي فاضيين. ايه، وهيك بنعطيهم اتنشن، بس كمان بنعطيهم كم مسج الون، مشان يعني كم نصيحة، مشان ما يصيروا مسخرة بالمستقبل مثل ما هن المسخرة هلا. التعليق اللي بعده من جوري، انت عم تحكي عن اشخاص ما بتقدر توصل لإلهم حتى في المنام، مين مفكر حالك؟ وهاي التعليق جاي من واحد اسمه جورا، بس مش بتعرفوا. يا جماعة يعني إذا هاي رسالة لجوري، إذا نحن بالمنام بدنا نحلم عن موزة وإناس ما رح ننام. عمل لك ما رح ننام، يعني إذا بدنا نشوف هيك مناظر بأحلامنا. التعليق اللي بعده من رنيم، طيب نبلش. بسم الله. الله اسلمت البنت. بسم الله. أول إشي أنا ما بدافع عن حدا. بنوب. إذا أنت ما بتدافع عن حدا كاتبة هيك جريدة، معناته إذا دافعت عن حدا شو رح تسوي؟ تكتبي كتاب. على أساس بتحكي يلي عندهم ملايين وآلوف وهم جودة وتصوير ومحتوى، أنت لا محتوى لا جودة لا تصوير، وأنت بتحكي إنهم كرنج. طيب أم نخاف، بس لا تحكي عن حدا كرنج وأنت زيهم، وأنت واللي جنبك أقرف من بعض.
اول شغله بدنا نقولها لرنيم انه روحي تعلمي الكتابه، لانه الكتابه تبعك بالعربي عم تبكي بالزاويه ما شاء الله عليها قبل ما تيجي تعلقي وتفلسفي بالكومنتات. وتاني شي، اذا نحن المحتوى تبعنا بده يكون انه نطلع ونطلع بنات معنا على اللايفات بس مشان كم قرش، فما بدنا هالمحتوى، ما بدنا هالشهرة كلها. بس اذا انت بدك وبترضيه على حالك، فهاي الشغلة بترجع لك لإلك. هذا التعليق اللي بعده من رضا كاتب: واحد اسخف من تاني جايين يقيموا الناس، ضحك ضحك ضحك، الله يشفيكم، لاقوا غير محتوى انصحكم. والله بصراحة الله يشفيك، هي أول شغلة. تاني شي، نحن ما اجينا مشان نقيم الناس أو ما بعرف شو عم نحكي هذا، نحن اجينا عم نحكي الأوبينيون تبعنا، مو عاجبه لا يفوت على الفيديو. يعني بصراحة هدول الكومنتات يلي بيكتبوا بهيك شغلات أنا بصراحة ما بفهمون. إذا عن جد هنن ما بيهتموا فينا، ليه بيجوا بيستخدموا وقت من عندهم ويكتبوا هالكومنت؟ طبعا يعني هن بيجوا بيعلقوا ويعني بينتقدونا بفكرين انه نحن رح نزعل. اقسم بالله يعني ما بعرف شو بدي اقلكم، بس نحن عن جد ننبسط لانه انتم عم تعطونا اهتمام وانتم يلي عم ترفعونا لفوق. لا انا رايح، فعن جد شكرا، يعني شكرا من قلبنا لكم، ما رح نكرهكم. اوكي يا جماعه، التعليق اللي بعده من ادم. يعني انا كاتبه: انا متابعه موزو وايناس، عمري 40 سنه وعندي 3 اطفال اكبرهم 18 سنه، كلنا نحب موزو، موتوا يا مقهورين. اول شيء انت ليش اسمك ادم اذا انت ام؟ وبقصيد اذا انت مو وحده عمرها اكثر شيء 12 سنه، واذا انت عن جد ام عن جد يعني الله يعين اولادك على هيك ام فاضيه. لا، ام فاضيه بتضيع وقتها على موزو وايناس وقدوة موزو وايناس، شو بده يطلع من اولادها يعني؟ التعليق اللي بعده من ما بعرف شو هالاسم، ورح نحط لكم التعليق بالشاشه لانه نحن ما رح نقرا هالعريضه كلها، ما حنستخدم وقت على هيك شيء عن بصراحة. جد. بس انا لما كتبت لي هالتعليق قريت التعليق وجاوبت عليها، بس هي فورا لما جاوبت عليها حذفت التعليق، مبين انه اكلت خازوق غير شكل. رح احط لكم التعليق تبعي هون وبس. يعني واحد ما بيعرف شو بده يقول على هيك ناس. والله بصراحة أنا كنت مبسوط كتير اليوم بالفيديو، جبنا سناكات وشرب ريد بول وما بعرف شو، قاعدين مبسوطين. يعني لا تفكروا إنه حنتأثر وما بعرف شو، حنبكي بالزاوية أو ما بعرف شو، نحن آخر همنا. يعني أوكي يا جماعة، طبعا ما عاد نرد على التعليقات السلبية، بكفي عطيناهم اهتمام وخلص. يعني يلي بدهم إياه صار. وفي كم ناس ما بيعرفوا عن اسمائنا نحن الاثنين، لانه نحن الاثنين اسمنا محمد، فلما بدهم يكتبوا تعليق عنا بيكتبوا محمد، لانه نحن ما بنعرف عن مين عم يحكوا، وما بيعرفوا اعمارنا ولا بيعرفوا اذا نحن اخوات ولا رفقات. يعني هلا بدنا نساوي، فيكم تقولوا شوي Q&A اصيل. فيا جماعه انا ومحمد منا اخوات، نحن رفقات، صرنا رفقات كثير. ثاني شيء انا عمري 17 هو عمره 16. ناسي عمرك، الله على الرفقة. وطبعا يا جماعة في كتير ناس حاجة تحش، طبعا يا جماعة في كتير ناس بالتعليقات فرجونا حب، يعني كتبوا لنا تعليقات حلوة ودعمونا مع انه نحن يعني مبلشين جديد، وعن جد نحن بنتشكركم كتير. وانتو هيك ناس اللي بيرجونا حب. هلا هدول اللي بيكتبوا كومنتات مالهم ناح كمان، يعني في بليس ان اور هارت، بس طبعا اكثر شيء يلي بيرجونا حب قاعدين كده لانه بيعطونا شويه اتنشن. طبعا انتوا عندكم مكان خاص بقلبنا عن جد يعني، وبنتشكركم كثير على الدعم. يعني نحن جبنا 2000 مشترك اسبوعين، وطبعا يعني هذا الشيء كثير عظيم بالنسبه لانه نحن بلشنا جديد. بنتشكركم كثير كثير، نحن دائما بنحمد الله على الشغله. وبس هاي كانت نهايه الفيديو. واذا في شغلات اسئله او هيك شيء اكتبوهم بالكومنتات، بنشوف اذا فينا نسوي فيديو تاني بنجاوب عليهم. وبس ما في شيء نحكي اكثر يا جماعه. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا لايك، وبس بنشوفكم بالفيديو الجاي. يلا سلام.